two, three, funky. اهلا وسهلا لا فاميلي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. عفوا. مساء الخير، مساء النور، مساء الفل. عواش المباركه. كنتمنى يا ربي هاد رمضان يدخل علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله، وبالرزق وبالعافيه يا رحمن يا رحيم. و ان شاء الله يدوز كيف ما كنجتهدوا فيه في الوصفات وفي الاكل وفي الوجبات. نجتهدوا فيه كذلك في الصلاه، في الدعاء، في يعني قيام الليل، يعني كذلك الصلاه التراويح. فالانسان قد ما قدر يستغل هذا الشهر الكريم في اشياء اللي غادي تعود عليه بالنفع، فمن الاحسن انه يستغلها، لانه كيف ما كتعرفوا راه شهر واحد في السنه اللي كيكون عندنا على هذا الشكل هذا. اذا ما غنطولش عليكم وما غنعطيكمش الموعظه لانني انا براسي محتاجه ليها. على أي، فأبيت إلا أنني نشارك معكم كذلك بعض الوصفات إن شاء الله الرحمن الرحيم. الله يقدرني الله يقدرني أنني نشاركهم معكم. على أي، نسديوش على صوتي، راني مريضة ضربني البرد. الله يحفظكم، الله ينجيكم من هذا الرواح هذا ديال هذا الوقت هذا صعيب شويه. الان غادي نقدم معكم اولا نقدم لكم واحد البسيطلات بالحجم الصغير، اولا ممكن ديروهم باي حجم بغيتو، فالاختيار كيبقى لكم. واللي غادي نقدمهم ان شاء الله بالخضره، لان كيف ما كتعرفوا ففي رمضان قليل فاش كتستعمل الخضروات. فهاد البسيطلات هادو غادي نخدموهم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالخضره وبالدجاج، وغادي نديروهم ان شاء الله على النكهه ديال السمك. فغادي يجيونا بسيطلات بحال ديال الحوت. فعلى بركه الله ندوزو المقادير. فالمقادير كيف ما موعدكم، كيف ما كنقول لكم ديما، فراه كل واحد و يعني الجهد ديالو ديال المقادير. فبالنسبه لي انا خديت هنايا 2 بصيلات شلطتهم رقاق. خديت هنا 3 ديال الجزر اللي حكيتهم على هذا الشكل هذا. خديت كذلك 3 ديال الكورجيت اللي حتى هما حكيتهم بالحكاكه اكيد بالجهه الغليظه. عندي هنا صدر ديال الدجاج، اولا ديروا لادان اللي عندكم. فانا كان متوفر عندي هذا الصدر ديال الدجاج، فخديته وقطعته كيف ما كتلاحظوا طريفات صغارين على هذا الشكل. فهذا صدر كامل ديال الدجاج غادي نستعملو. غادي نحتاجو كذلك في هذه الوصفه الفيرميسيل. غادي ندير 2 ديال المربعات. اكيد الثوم ما غنستغناوش عليه. ف عندكم الثوم طري ديروا 1 2 3 دروس، ما عندكمش عندكم الثوم بودره فممكن تستعملوه كذلك. هنا عندي العطريه ديال السمك، لاننا قلنا البسيطلات غيجيو على نكهه ديال السمك. هنا عندي صوص صويا اولا صوجا كذلك غادي نلسم بها. غنحتاج كذلك الزيتون اللي غادي نقطعو صغير، طرونش صغير، وكذلك الحامض مصير حتى هو غادي نقطعو صغير، واحد نص حامضه مصيره ان شاء الله. هادشي اللي كاين. بالنسبه للعطريه غادي نحتاجو اكيد البابريكا اي التحميره، شويه البزار، ملحه وشويه ديال الخرقوم. فكنظن وكنتمنى انني نكون ما نسيت حتى شي حاجه، شي عنصر. هنا الحشوه غادي ندير فيها شويه ديال الفرماج. فالفرماج اللي عندكم ديروه، هو بصراحه فرماج احمر كيجي احسن لانه كيطلق البنه وكيعطي التعليكه كذلك. مي انا متواجد عندي هذا فرماج
البيض موتزاريلا، فراه هو اللي غادي نستعمل. واكيد زويته باش غادي نشحروا هاد العناصر. فهذه هي المقادير ان شاء الله اللي غادي ندير ديال البسيطلات. الا عندكم شويه ديال الكروفيت ممكن تستعملوه، ما عندكمش ممكن تستغناو عليه. انا ما عنديش، ما غاديش نديرو، فما تكلفوش ريوسكم بواحد الحاجه اللي ربما غادي تفوق الطاقه ديالكم. فراه كيف ما كتعرفوا الحوت دابا راه ما توصليش ليه، اتمنى ما نقولش لكم، راكم عارفين الاسعار فين وصلات، فغادي نستغنى عليه، ما غاديش نديرو. وان شاء الله غادي يجيوني البسيطلات على مزويناتهم، واكيد الورقه باش غادي نخدم هاد البسيطلات. ف كيف ما كتلاحظوا فار دابا الليل، دابا راه كنشارك معكم دابا شي 10 ديال الليل كنظن، اولا تقريبا شي 10 د الليل. فالحشوه غادي نصاوبها وغادي نوضعها في الثلاجه باش تبرد ليا على خاطرها. كنظن غنشارك معكم شي حشوه اخرى. هكا كنوجد الحشوات وكنديرهم في الثلاجه يبردوا، والصباح ان شاء الله نمشي نجيب الورقه باقا جديده ونخدم معكم البسيطلات ان شاء الله، ونوريهم لكم الطريقه ديال التحضير ديالهم. اذا على بركه الله غادي ندوز الان، غادي نشحر ليا هاد الخضره هادي. رجعت معكم الفاميليا العزاز بعد ما طابت ليا الحشوه ديالتي مزيان، وتقريبا راه ما بقاش فيها حتى الماء. فغادي نضيف ليها عندي هنا الحامض مصير اللي قطعته صغير، والزيتون الخضر حتى هو اللي قطعته طريفات صغار. فالكميه كترجع لكم نتوما، ضيفوا الكميه اللي بغيتو. وهنا غادي نضيف صلصه الصوجه كذلك، واحد الكميه ديال 2 معالق كبار تقريبا، عينكم ديالكم. وغادي نخلطوا العناصر كامله، وغادي نضيف عليها كذلك الشعريه الصينيه اولا فيرميسيل اللي سلقتها في الماء، ودرت ليها واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال السمك باش غير تبنن ليا ما تجينيش غير مسلوقه في الماء، وقطعتها اكيد صغيره كيف ما كتلاحظوا. الان غادي نخلطها مع هذا الخليط هذا باش حتى هي تاخذ ليا البنه ديال العطريه اللي عندي هنايا. معاكم الغزالات ديالي، واكيد الرجال ما نساهمش لانني كيجيوني في لي كومونتير باننا حتى حنا الرجال كنتبعوك. فمرحبا بكم جميعا عندي. رجعت لكم بعد ما مشيت خديت الورقه ديالتي، ها هي الان الحشوه ديالتي راها بردات تماما كيف قلت لكم. اشنو غادي نضيف ليها دابا؟ غنضيف ليها الفرماج اللي كيبقى اختياري اكيد، واي فرماج عندكم ديروه. فانا عندي موتزاريلا، غادي نضيف موتزاريلا ماشي مشكل، غادي نضيفو كامل. اذا وكذلك كانت خاصني واحد شويه ديال الحار، فراني حتى هو جبته معايا. فغنضيف اكيد الحار، انا كيعجبني الحار، فغادي ندير كميه نيت منه. وغادي نخلط الخليط كامل مزيان مزيان مزيان. غادي نحاول نخلطو بايديا احسن باش جميع العناصر تنسجم مع بعضياتها، و
بالنسبه للاطار فراني خديت هذا، غادي نجربو هذا الحجم هذا، غادي نجرب الاولى وغادي نشوف كيفاش غادي تجيني. نخلطوه وغادي نخلط كذلك. غندير هنا شويه ديال الزويته، زيت عاديه، وغادي نضيف ليها واحد معلقه ديال صلصه الصوجا، وغادي نضيف ليها كذلك معلقه صغيره ديال بابريكا اي تحميره، باش ندهن بها الوريقه ديالتي وتجيني كذلك من الفوق محمره وزوينه. يلا نخلط هاد المسائل ونرجع معكم باش ندوزو للطريقه ديال التحضير ديال التعمار. ورجعت معكم لا فامي العزاز بعد ما خلطت الحشوه ديالتي مزيان. كيف قلت لكم استعملت يديه باش كتحسي بجميع العناصر اندمجت مع بعضياتها، كان من الاحسن. بالنسبه للخليط ديالنا فهو كيجي رائع، فزويته وتقريبا معلقه كبيره ديال الصوجا ومعلقه صغيره ديال التحميره. بالنسبه للورقه ها هي، فالورقه راني واخده الورقه كبيره. هاد الورقه هادي غنحاول نقطعها على ثلاثه الاجزاء، ما غنديرش 4 لان 4 غتجيني صغيره بالنسبه للبسطيله، فغادي نقطعها على 3. والطريقه ديال التقطيع ديالتها غادي نحاول نقطعوا واحد من الوسط، ناخذوا واحد الخط افقي من الوسط ديال الورقه حتى نقولوا حتى الوسط بالداخل. بالنسبه للداخل الوسط من برا والوسط من الداخل، المهم راكم فاهمين. غنقطعوا الورقه هكا حتى نقطه المركز، يعني الوسط ديال الورقه، وغادي نحاول انني نلويها هكا. ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. فهذه هي الورقه ديالتي، نتمنى تكون كتبان. فغادي ناخذ الورقه الاولى، الجهه الاولى نديرها هكا، والجهه الثانيه نوضعها فوق منها هكا. كتعطيني الورقه على 3 وكتجيني بالحجم يعني مناسب بالنسبه للبسطيله. وعاد غادي نقطع ليها الجناب باش نفرقها. اذا غادي نحاول نقطعها ونوريكم الحجم ديالها كيفاش كيجي اولا قداش تيجينا. هكا كيجي محسن انك تقطعيها على 4، لان على 4 كتجي صغيره الورقه، فراه كتجي على هذا الحجم هذا. فالورقه كتقطع على 3 من الاحسن. اذا الان غادي ناخذ هذا الطرف الاول ونرجعوا الورقه ديالنا للبلاستيك باش ما تكرمش لينا، اكيد نحافظوا عليها. فغادي ناخذ الورقه الاولى. المهم انا غادي كيف قلت لكم غادي نجرب اولا بالنسبه لهذا الحجم هذا قداش غادي تجيني، وديك الساعه الا عجبني الحجم غادي نخليه، ما عجبنيش غادي نحاول نبدل الحجم. اذا الورقه كيف ما كتعرفوا كاملين اكيد الجهه الملسه الرطبه كتكون هي لتحت، فغادي ناخذوا المرشم اللي خدينا وغادي نوضعوا فيه الورقه. الجهه الحرشه هي للفوق. اكيد راكم عارفين هاد المسائل وخدمناها مع بعضياتنا مرارا وتكرارا، غير كنزيدوا اضافه. وحتى بالنسبه للبنات اللي يلاه دخلوا البيت الزوجيه نتمناهم حتى هما انهم يستافدوا اكيد. فكنديروا هكا، كنعمروا بسطيله على عيني. غادي نحاول ندهن الورقه نورمالمون خصها تدهن من الوجه ديالها تنطويها اكيد. المهم على عين نتوما غاديين معايا ونبدا نطوي هكا بشوي بشوي، وانا تندهن بهذا الخليط ديال الزويته. اكيد راه خصو يتدهن حتى من برا صافي على هذا الشكل هذا. وغادي نحاول نضغط باش تاخذ ليا الشكل ديال هذا. الا جاتكم الورقه كثيره اولا شايطه من شي جنب فنقصوها، ماشي مشكل نقصوها. فهاد الجنب جاني طويل بزاف غادي نقصوها، وغادي
نقلبها معاكم. غادي نعاود الورقه الثانيه باش هكا صمت ليا مزيان، فضروري ديروا جوج مرات جوج ورقات. اذا الجهه الملسه دائما هي اللي في الوجه او لا في الخارج. وهاد المره غادي نحطوها على الجهه التحتانيه المسدوده باش هكا نحكموها مزيان وما تحلش لينا. نحاول ندهنها هكا صافي ونرجع عليها الورقه. فما تخافوش من الورقه، خصوصا الا كانت الورقه مزيانه. اذا جاني الحجم ريزونابل زوين، الله يجعل البركه. نحاول ندهنها من الفوق كذلك باش تعطيني لون جميل. كيساعدها هذا اللون هذا على انها تجينا زوينه ورائعه. فكنحطو ونكملو. نعاود معكم مره اخرى واحده اخرى. واخيرا لافامي العزاز كملت البسيطلات ديالي. فكيف ما كتلاحظوا كيف جاو، راهم جاو رائعين زوينين. فعندي هذا البلاطو وعندي كذلك هذا البلاطو، فراه حسبتهم خرجت ليا 16 حبه، مي راهم كبارين شويه. الا بغيتو ديروهم صغار راه غادي يخرجوا لكم اكثر، يعني غيخرجوا لكم اكثر من هذا العدد هذا، ولكن انا بغيت نديرهم هكايا يعني كبارين شويه. على اي هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، فغادي نديرهم بحال هكذا في الكونجيلاتور حتى يجمدوا ليا. عاد من بعد غادي نجمعهم ديك الساعه في البلاستيكات. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم ان شاء الله. بسيطلات بالخضر اللي ما كياكلش كيف قلت لكم الخضر، بسيطلات رائعين وبمذاق ديال السمك. الصراحه كيجيو بنان، غير جربوا ما تندوش عليهم. وكنقول لكم بالصحه والراحه و رمضان مبارك كريم ان شاء الله ينعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير والصحه والعافيه وبالسلام والسلم ان شاء الله يا ربي. وكنقول لكم الى اللقاء مع وصفه جديده عما قريب ان شاء الله. يلا خليكم معايا، ما تزطيوش وما تمشيوش بلا ما ديروا لايك وبلا ما تشاركوا اكيد في القناه اللي باقي ما مشاركش، طبعا فضلا وليس امرا. والى اللقاء. 1 2 3 funky.